مليون. اللاعب اخره القيمه السوقيه بتاعته ممكن توصل 3.5 مليون دولار. لا اصل هم لما عرفوا ان الاهلي ولما عرفوا ان الناس لا فكك من النغمه دي، فكك من نغمه ان انا الوحيد في العالم اللي الناس بتعرف صفقاتي فبيعلوا عليا السعر. يعني فكك من الكلام ده. يعني مثلا في صفقه زي صفقه عمر مرموش، الصفقه كان الكلام اللي بيتقال ان السيتي كان عايز صفقه ب 60 65 مليون، فانت رحت قال لهم ما عنديش مشكله 60 65 دي هتاخد عمر مرموش في نهايه السنه. قال لهم لا، طب انتوا عايزين ايه؟ قال لهم عايزين 80 ونسيب مرموش دلوقتي. خلاص الموضوع معروف. القيمه السوقيه بتاعت اللعيبه بتبقى معروفه. القيمه السوقيه بتاع اللاعب بيبقى معروف، خصوصا اللعيبه الاوروبيين او اللعيبه الاجانب، اللعيبه اللي بيلعبوا في دوريات اوروبيه او حتى كمان اللي بيلعبوا في امريكا اللاتينيه برضه بقت معروفه دلوقتي، والقيمه السوقيه بتاعتهم بتبقى معروفه. خش على ترانسفير ماركت هتعرف القيمه السوقيه بناء على ان اللاعب ده صغير، بناء على اللاعب ده دولي، بناء على اللاعب ده غير دولي. القيمه السوقيه حاليا بقت معروفه. فقصه انك تقول لي لاعب قيمته السوقيه 3 مليون اول ما الاهلي ما دخل وكان هيخلص القيمه بقت 9 مليون، انت بتشتغلني؟ وبعدين انت كنت قبلها بتقول لي ان اللاعب اللي عنده شرط جزائي في العقد بتاعه 1.5 مليون. اللاعب كان 1.5 مليون فجاه بقى ب9. ما هي المشكله كلها ان انت بتقعد تبيع لي حاجات ما ينفعش انها تصدق. مش عايز اقول ان هي كده، بس انتوا بتقعدوا تبيعوا حاجات ما ينفعش انها تصدق. احنا دلوقتي عندنا مشكله، لا اصل النادي بيخربوه، اصل مش عارف ايه، كل حاجه هترجع للمجلس. لا اصل انتوا ما بتحبوش كابتن خطيب، احنا بنحب كابتن خطيب وبنعشق كابتن خطيب، بس الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع. بنحب كابتن محمود الخطيب اللاعب جدا. كابتن محمود الخطيب الاداري احنا عندنا معاه مشاكل كتير، عندنا معاه ازمات كتير، من اول ازمه المستشار لحد دلوقتي، ومن اول ما جاب لنا المستشار، ومن اول ما الراجل بقى موجود والراجل بقى بيدي تصريحات وحاجات من دي لحد دلوقتي. شوف احنا ازمتنا من زمان، بس مع ذلك بنحب كابتن خطيب اللاعب الاسطوري. انما المشكله انك عايز تعمل دمج ما بين كابتن خطيب اللاعب وما بين كابتن خطيب الاداري. لا هنا في مشاكل كتير وهنا في تدليس. مش كل اللي بينتقد تصرفات كابتن محمود الخطيب او بطء مجلس اداره الاهلي